في بداية الكلام هارد لك مليون مرة لكل أهلاوي، حرفيا لكل أهلاوي هارد لك، وشابوه ليكوا على دعمكوا وجمهوركوا، والجمهور طبعا اللي كان سواء حاضر أو حتى اللي كان بيتفرج هنا من مصر. قلوبكوا كلها وتشجيعكوا وكل الكلام ده فوق راس كل أي حد، ولكن الموضوع فعلا حسرة وزعلة كبيرة جدا، والواحد حاسس بيكوا ان انت في لحظة خلاص انت قاعد بتحتفل، انت قاعد بتقرب لحلم كبير جدا انك تروح تلعب فاينل قاري امام ريال مدريد، نادي القرن في العالم، وانت كأهلي نادي القرن الافريقي، وفاينل بتحلم بيه بقالك سنين، وجات لك الفرصة اخيرا انك تدوس على وش الفريق اللي قدامك علشان تلعب الفاينل ده. لكن فجأة وما تفهمش ايه اللي حصل يدخل كهربا اللي اساسا بعيد عن فورمته. سيبك من الاداء والانفراد اللي ضيعه في الماتش، سيبك من كل ده، سيبك مفيش مشكله، وصلنا لركلات ترجيح. لكن انت كمدير فني كمارسيل كولر ليه تحط كهربا ضمن الخمسه الاوائل اللي يشوطوا ركلات ترجيح؟ انت يا معلم مش محتاج ده. انت يا معلم الشناوي والكره اللي بعدها ضاعت، انت خلاص، انت الفريق اللي قدامك معنوياته في الارض، انت اللي معنوياتك في السماء، انت اللي ثقتك عالية، انت اللي مش ركبك مهزوزة، ده انت اللي عينك قوية وهو اللي خايف وقلبه بيترعش. فجأة تحط كهربا يشوط، مفيش مشكلة، ضيع، لسه عندك امل وفرصة في الكرة الاخيرة انك تدخل لاعب ذو ثقة ولاعب ذو خبرات ولاعب بيقدر يشوط ركلات ترجيح حلوة وبيركز يكسبك ويقودك لفاينل الانتر كونتيننتال امام ريال مدريد. فجأة بدون اي مقدمات تدخل عمر كمال. انا عارف ان عمر كمال بيشوط ضربات جزاء كويس، ولكن في كرة حاسمة زي كده انت مش محتاج عمر كمال، انت محتاج السولية اللي شاط الكرة السادسة اللي كرة وكرة ده. طب ليه يا معلم؟ ليه ما حطيتش انت مثلا السولية مكان كهربا على سبيل المثال؟ كنت خلصت وكسبت. ليه ما حطيتش السولية رقم 5؟ كان زمانك كسبت برضه. انا عارف ان كل ده قدر، طبعا قدر ربنا وقدر الله ما شاء فعل، خد بالك برضو كل الكلام ده ونصيب وكله مكتوب، وان كهربا يضيع وان عمر كمال يضيع ثم ده السيناريو ده يحصل. ولكن ليه؟ ما دي برضو اخطاء، بعيد ان هو قدر بس اخطاء ساذجه جدا. مباراه يا معلم، سيبك من ركلات ترجيح بقى اتكلمنا عليها، ولكن مباراه انت تدوس على وش باتشوكا تدوس على وشهم، تفرمهم، تكسب 1 و2 و3، شوط اولاني مستريح، شوط تاني خش ودوس، مفيش مشكله، ضيعت شوط التاني دوس. لكن حسين الشحات بره بعيد عن تركيزه وفرمته، امام عاشور بيطور الكره في رجله كتير، مش مركز، مفيش. الوحيد اللي كان عنده الدفعه والهجوم والدفاع اكرم توفيق والواد مروان عطيه ما شاء الله عليهم، هما الاثنين في نص الملعب، ورامي وياسر ما شاء الله. لكن الهجوم فين طاهر وسام ابو علي بعيد عن التركيز. ولكن وسام ابو علي ليه تخرج وسام ابو علي يا عم؟ على الاقل وسام ابو علي بيعرف يشوط ركلات ترجيح، فانت خرجت وسام ونزلت كهربا اللي هو بعيد عن فورمته. فطب ما تخلي وسام منك هتستفاد منه في الملعب، منها وصلت ركلات ترجيح، فانت عندك لعيب هيقدر يشوط ركلات ترجيح كويسه. فهنا كل اهلاوي ليه عنده اسئله، ليه كهربا وليه عمر كمال يشوط وليه فكل ليه ده اللي يجاوب عليها مارسيل كولر المفروض. ولكن في النهايه عشان ما اطولش عليكم، وانا عارف والله وحاسس بيكم جدا، يوم او مباراه حسره عمرك ما هتنساها انت كاهلاوي، وكل يوم هتقعد تقول ليه الكره دي ما دخلتش، والانفراد بتاع كهربا والكره بتاعت قفشه الاخيره دي ما كانتش ليه في زاويه شويه ولتحت شويه، ليه وليه. ولكن في النهايه دي كره القدم، وهي دي يا معلم شخصية اللعيب المصري اللي ما تفهمش دايما في المحافل الكبرى يبقى خلاص قرب على الفاينل وقرب على الانجاز التاريخي اللي ممكن يعمله، بس كل ده بيروح فجأة. كفاية عظمة لحد كده.